بصوا بقى، انا لما يكون نفسي في حاجه حلوه انا ما بهزرش، لازم تجربوا الفرنش توست بالموز المكرمل ومعاه مارشميلو. اكمل ولا كفايه كده؟ اكيد تخنتوا على السيره. بصوا، لما يكون نفسكم حاجه حلوه جربوا الوصفه دي واعملوا لها سيف خطيره. اول حاجه نحط ربع كوبايه حليب، عليها بيضه واحده، وكمان معلقه صغيره فانيلا سايله او باودر، ونحط بقى حته مكعب زبده كده حلو، ونغطس بقى التوست والبرياش. يا سلام، بيبقى خطير بس ما كانش عندي. ونحطه كده لحد لما ياخد لون كده من الناحيتين. وبصوا عملت 4 كده فوق بعض، وقطعت الموزايه كده، وهنزل بقى مكعب زبده كبير كده حلو جنبه لحد لما يتكرمل، وانزل عليه معلقتين كبار سكر. وبعد كده اول ما يدوب السكر كده بالشكل ده هنزل ربع كوبايه حليب، هيدوب بس كده، مش عايزينه يتقل ولا اي حاجه خالص. هنزل بقى عليه الموزايه اللي قطعناها، ونفضل نقلبه كده 3 4 دقايق بس، وخلاص كده. نجيب بقى انا اسفه على المنظر، معلش معلش. هنحشيه بالتوست بالمارشميلو، وننزل عليه بالموز المكرمل الخطير. الصوص ده يا جماعه فظيع، يعني مش قادره اقول لكم، بتتنسف في ثواني، اي حد بيدوقه بيتهبل عليه. سهل وسريع والله، مفيهوش اي حاجه خالص، شويه سكر على شويه لبن على شويه توست، وخلصنا كده. وموزايه، شفتوا بقى طعمه يجنن. وانا عايزه اقول لكم بموت في الطبق ده، لازم تجربوه، دي وصفه من فرنسا. وما تنسوش تتابعوني انا وشو حلو، وقولوا لي مش يتعاكس.